بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب واهلا بيكم في فيديو جديد مع المشجع الهلالي. واللي دلوقتي عزيزي المشجع الهلالي انا هتكلم فيه معاك عن اهم واخر اخبار نادي الهلال. بس كالعادة حابين ان احنا نصلي على النبي ونقول عليه افضل الصلاة والسلام، وفضلا ليس امرا دعمنا بزر اللايك، ولو مش مشترك في القناة فانا بدعوك للاشتراك فيها. طيب شوف يا شباب، يعني في البداية حابب ابارك لجماهير نادي الهلال على صفقة الكسندر متروفيتش. كمان حابين نبارك للاعب الكسندر متروفيتش على انضمامه الى الكتيبة الهلالية وتحقيق حلمه وهو انضمامه الى نادي الهلال. الف مبروك لالكسندر متروفيتش انضمامه الى الكتيبة الهلالية. كمان حابين نقول يعني الحمد لله على السلامة للاعب سلمان الفرج ومتعب لمفرج، اللعيبة اللي رجعوا الحمد لله وشاركوا في تدريبات نادي الهلال الجماعية. ألف حمد لله على السلامة يا رجالة، وإن شاء الله بإذن الله نشوفكم في الملاعب قريبا جدا. طيب تعالى بقى دلوقتي وعلى بركة الله خلينا نتكلم في أخبار نادي الهلال. وأول خبر معايا يا شباب وهو تسعى إدارة نادي الهلال في تقديم عرض مالي كبير لنادي الشباب من أجل التعاقد مع المدافع الدولي حسان تنبكتي، ويشمل العرض التنازل عن المهاجم موسى مريجا وصالح الشهري وحمد اليامي. طيب شوفوا يا شباب، يعني زي ما احنا عارفين كلنا ان يعني الانديه اللي بتسعى للتعاقد مع المدافع حسان تنبكتي هو نادي الاتحاد ونادي الاهلي والنادي النصر وكمان النادي الهلال. والنادي الهلال هو المقدم اقوى عرض في العروض المقدمه من اجل التعاقد مع اللاعب. يعني نادي الهلال مقدم اقوى عرض من اجل التعاقد مع حسان تنبكتي. طيب شوفوا يا شباب، يعني ده اللي هيخلي اداره نادي الشباب ان هي تفكر وتدرس في العرض جيدا، لان العرض المقدم من نادي الهلال صعب جدا ان هو يترفض، وخصوصا سيبك من المبلغ المالي، خصوصا ان نادي الهلال يعني متنازل عن 3 لاعبين من اجل التعاقد مع حسان تنبكتي، موسى مريجا وكلنا عارفين موسى مريجا وصالح الشهري وكمان اللاعب حمد اليامي. يعني دول 3 صفقات قويه بالنسبه لنادي الشباب. ده اللي هيخلي الشباب ان هو يدرس العرض جيدا، وخصوصا يعني ان نادي الشباب كان رافض رحيل يعني حسان تنبكتي شكلا وموضوعا، لكن بعد العرض المقدم من نادي الهلال اداره نادي الشباب هتدرس العرض جيدا، وان شاء الله باذن الله يعني قريبا نشوف اللاعب حسان تنبكتي في نادي الهلال. طيب كمان يعني كلام انا حابب اقوله لك، اشمعنى يعني نادي الهلال حابب يتعاقد مع اللاعب حسان تنبكتي؟ حسان تنبكتي من اقوى المدافعين حاليا في الدوري السعودي في المحليين وفي اللعيبه الاجانب، علشان كده نادي الهلال بيسعى جاهدا ان هو يتعاقد مع حسان تنبكتي خلال فتره الانتقالات الصيفيه. طيب في مفاجاه بقى انا عايز اقولها لك، دي مني انا شخصيا، عايز تاخد بيها مش عايز كانك ما سمعتش مني المفاجاه دهيت. وهي ايه المفاجاه؟ في حالة تعاقد نادي الهلال مع حسان تنبكتي الفترة اللي جاية نادي الهلال هتقدم الشكر للاعب علي البليهي. ليه يا شباب علي البليهي إدارة نادي الهلال؟ يعني ده اجتهاد مني أنا شخصيا، عايز تاخد بيه خد، مش عايز تاخد بيه كأنك ما سمعتهوش مني خالص. طيب ليه يا شباب يعني نادي الهلال هيستغنى عن علي البليهي؟ علي البليهي يعني أولا بقى ضعيف فنيا وضعيف بدنيا، وبقت مشاكله كتيرة جدا داخل الملعب مع المنافسين. علي البليهي بيحاول يداري الأخطاء اللي بيعملها داخل الملعب بالمشاكل، علشان كده ده يعني الأمر اللي مش هتقبل بيه إدارة نادي الهلال إن لاعب يكون بحجم علي البليهي إن هو يفضل على المستوى اللي هو فيه دهوت ويعمل مشاكل كتيرة جدا مع المنافسين. ده الأمر اللي هيخلى إدارة نادي الهلال إن هي تستغنى عن علي البليهي. طيب تعالى بقى نشوف الخبر الثاني يا شباب، وهو تسعى إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل لإبرام صفقة تبادلية مع إدارة نادي الشباب من أجل التعاقد مع اللاعب متعب الحربي. طيب شوفوا يا شباب، يعني إدارة نادي الشباب مش هتقدر تفرط في 2 من المدافعين. اولا حسان تنبكتي مدافع، وكمان يعني متعب الحربي باك شمال مدافع، فاداره نادي الشباب مش هتقدر تفرط في 2 مره واحده من الدفاع. لكن نادي الهلال مش هيتعاقد مع متعب الحربي، نادي الهلال بيحاول يتعاقد مع لعيب تاني اجنبي يكون
يعني بديل لياسر الشهراني ومتعب الحربي، مش هتكون صفقه تبادليه مع نادي الهلال. كده كده نادي الهلال مقدم حمد اليامي من ضمن اللعيبه اللي هتكون في الصفقه القويه اللي هيعملها نادي الهلال من اجل التعاقد مع حسان تنبكتي. طيب تعالى بقى نشوف الخبر الثالث يا شباب، وهو تسعى إدارة نادي الاتفاق في التعاقد مع اللاعب ميشائيل دلجادو وحارس المرمى حبيب لوطيان، كما تسعى أيضا في التعاقد مع الحارس أمين بخاري من النصر بناء على طلب من المدير الفني. طيب شوفوا يا شباب، يعني تفاصيل الخبر ان المدير الفني ستيفن جيرارد طالب من اداره نادي الهلال، طالب من اداره نادي الاتفاق التعاقد مع حبيب لوطيان او امين البخاري، اي واحد منهم اداره نادي الاتفاق هتتعاقد معاه هو يعني اللاعب اللي هيكون في نادي الاتفاق وحارس نادي الاتفاق، اذا كان يا امين البخاري يا اذا كان حبيب لوطيان. لكن حبيب لوطيان نادي الهلال مش هيفرط فيه. ليه يا شباب نادي الهلال مش هيفرط في حبيب لوطيان؟ لان عندك محمد العويس طالب الخروج من نادي الهلال، لان اصبح دلوقتي في نادي الهلال عندك ياسين بونو وعندك عبد الله المعيوب، فاصبح العمليه بقت منحصره ما بين الاثنين دول، فاصبح محمد العويس ملهوش مكان ان هو ينافس مع الحارسين الاولانيين لنادي الهلال ياسين بونو وعبد الله المعيوب، فصعب جدا ان محمد العويس يشارك. علشان كده ممكن محمد العويس نشوفه خارج نادي الهلال الفتره اللي جايه، وحبيب لوطيان نادي الهلال هيبكي عليه. طيب ايه موضوع ميشائيل دلجادو؟ طيب شوفوا يا شباب، يعني اداره نادي الاتفاق عندها اثنين لاعبين، لاعب سويدي وعندها لاعب برازيلي، لو استغنت عن لاعب منهم هيتعاقدوا مع اللاعب ميشائيل دلجادو. ليه يا شباب يتعاقدوا مع اللاعب ميشائيل دلجادو؟ لان نادي الهلال حاليا عنده 9 لاعبين في القائمه، وانا مش هقول لك على اساميهم علشان ما اطولش عليك في الفيديو، لكن انا بتمنى من اداره نادي الهلال ان هي ما تفرطش في ميشائيل دلجادو، وان كانت هتفرط علشان يبقى عندك في القائمه 8 اللاعب الكوري جانج هيونغ سو. طيب تعالى بقى نشوف الخبر الرابع معايا يا شباب، وهو تسعى اداره نادي الاتحاد برئاسه انمار الحائل على الطلب التعاقد مع اللاعب سالم الدوسري وحارس المرمى محمد العويس حتى لو على سبيل الاعاره خلال فتره الانتقالات الصيفيه. طيب شوفوا يا شباب، يعني اولا سالم الدوسري صعب جدا جدا ان احنا نفرط فيه، يعني انا بطلب من اداره نادي الهلال، وانا عارف يعني يا ريت صوتي يوصل لهم ايا كان مسؤول، عدم التفريط في سالم الدوسري. سالم الدوسري يعني لعيب اساسي من لعيبه نادي الهلال، ما ينفعش التفريط فيه. يعني انا بحب اتفرج على نادي الهلال يعني خصوصا بسبب سالم الدوسري. سالم الدوسري ده جوهره بالنسبه لنادي الهلال، فصعب ان نادي الهلال يفرط فيه، وبارجو من نادي الهلال ان هي ما تفرطش في سالم الدوسري سواء اعاره او اذا كان يعني بيع نهائي. ما ينفعش التفريط في سالم الدوسري. امال مين اللي هيشتغل خلط في الدوري؟ مين اللي هيشتغل خلط في فرق الدوري؟ ده سالم الدوسري هو الخلاط بتاع الفرق المنافسه. طيب كمان محمد العويس، يعني ممكن اللاعب محمد العويس يرحل الى نادي الاتحاد، لان نادي الاتحاد ممكن يتخلص من الحارس المرمى البرازيلي مارسيلو جروهي. علشان كده انا قلت لك محمد العويس قريبا جدا من الخروج من نادي الهلال. وبكده يا شباب يعني انا اكون اتكلمت معاكم في اخبار نادي الهلال، وبتمنى منك يعني لو عجبك مقطع الفيديو ما تنساش ان انت تدعمنا بزر اللايك، ولو مش مشترك في القناه فانا بدعوك للاشتراك فيها. وفي النهايه يا شباب ما يسعنيش غير ان انا اشكر حضراتكم. سلام.